واش عرفتي شنو الوراق البنكية اللي غادي تسحبوا من التداول؟ واش عندك شي وراق قديمة في دارك؟ واش الفلوس ديالك غادي تبقى صالحة ولا تولي بلا قيمة؟ إلا بغيتي تعرف كل التفاصيل وباش تعرف شنو خاصك دير باش تحمي فلوسك، بقى معايا حتى لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد أمين وهذه قناة ترند فلوس دايركت. بنك المغرب قرر يسحب مجموعة من الأوراق القديمة من التداول. القرار كيمس الأوراق من فئات 10 دراهم، 20 درهم، 50 درهم، 100 درهم وحتى 200 درهم. بعض هذه الأوراق تم إصدارها من 1987، 1990 و 1996. ولكن هنا السؤال المهم، واش الفلوس ديالك غادي تولي بلا قيمة؟ الجواب لا. المرسوم كيحدد أن كل شخص يقدر يبدل هذه الأوراق المسحوبة بكل حرية حتى ما تم 2030، يعني عندك حوالي 5 سنين باش تمشي للبنك وتبدلهم. هذا القرار فرصة باش تنظف الأوراق القديمة اللي عندك وترتب فلوسك بطريقة آمنة، وهذه الخطوة كتضمن أن السيولة ديال الناس تبقى صحيحة وقابلة للاستعمال. ولكن علاش دابا؟ واش مجرد تحديث للنقود ولا تغيرات اقتصادية كبرى؟ اللي واضح، القرار كيحمي الناس من خسارة الفلوس وكيخلي المجال مفتوح لأي واحد باش يستافد. نصيحتي لكم، سيروا شوفوا الوراق اللي عندكم وما تأخروش، استبدلوها في الوقت المحدد باش فلوسكم تبقى آمنة ومحمية. ودابا بغيت نسولكم، واش عندكم شي وراق قديمة في داركم؟ واش غادي تمشيو تبدلوهم ولا تخليوهم؟ كتبوا لي في التعليقات وبغيت نعرف رأيكم. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من ترند فلوس دايركت.